زي ما قلت لكم احنا النهارده بنتارجت 3 ليفلات، 3 ليفلز من المصورين. اول حد البيجنر اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع، احنا هنوري له الموضوع كله، فدي هتبقى ميزه. طيب واحد ما عرفش الموضوع قبل كده ودخل وبقى لسه بيمارس، يعني ممكن نقول متوسط، مستوى متوسط، لا هو محترف قوي ولا هو مبتدئ لسه بقى له باع طويل في التصوير، فاحنا بنوري له في حاجات وقع فيها، مشاكل وقع فيها قبل كده احنا بنعالجها، ومشاكل هتحصل بعد كده احنا بنوريها له على طول. والناس البروفيشنال هنوريهم بقى ان هنسيستم لهم الدنيا، او هنوريهم ان الموضوع ابسط بكتير جدا من التعقيدات الكبيره. التصوير على فكره يا اخواننا حاجه حلوه قوي وحاجه بسيطه جدا، ولكن الناس هي مش فاهمه هي عايزه توصل لايه، او مش فاهمه هو المفروض ايه يبقى صح. لو انت ما استفدتش اي حاجه النهارده فانت هتستفيد حاجه واحده، شويه كلام هتروح تدور على اليوتيوب. يعني دايما كانت مشكلتي دايما وانا بدور على اليوتيوب حاجه واحده، ادور على ايه؟ صح؟ كل الكلام اللي انا بقوله هو موجود على اليوتيوب، وكل الكلام اللي انا ما قلتوش هو موجود على اليوتيوب، بس فكره ان انت توصل له بالترتيب دي هي الفكره اللي انت عمرك في حياتك ما هتعرف تتعلم من اليوتيوب حاجه. لان انت بتيجي تاخد الحلو من هنا، وهتلاقيه بيروح قايل كلمه في النص، الكلمه دي انت مش عارف هي اصلا بتتكلم عن ايه، وكلمه من حاجه تانية انت مش عارف هو طب دي قبل دي، هو انا المفروض ابقى عارف الوايت بالانس ده ولا مش المفروض ابقى عارفه؟ طب هي دي حاجه ادفانسد ولا حاجه بيزكس؟ فلو انت ما استفدتش حاجه النهارده خالص من اللي انا هقوله، وده ان شاء الله مش هيحصل، هتلاقي معاك عناوين تقدر تخش تسيرش الراجل اللي كان بيتكلم ده كان بيقول ايه. التايتلز دي جوجل مهم قوي ان انت تقدر ترجع له، كل معلومات الدنيا موجوده على جوجل، الدنيا بقت مفتوحه قوي، بس تعرف تدور على ايه. لان انت لو ما عرفتش تدور على ايه مش هتعرف تطلع المعلومه صح، مش هتعرف تستفيد بيها صح. كان زمان واحنا في الجامعه كان الدكتور بيجي يقول لنا هنعمل ريسيرش على كذا، اوكي؟ احنا كنا 28، دفعتي كانت 28 واحد، دفعه كلها بكل حاجه كنا 28، فكان الدكتور بيتسلم له 28 ريسيرش. انا عايز اقول لك ان هو كان بيقرا ريسيرش واحد بس، بيبقى متاكد ان ال 28 كوبي بتاعه، احنا ما عملناش كوبي من بعض، بس هو في الاخر هو قال لنا هنعمل ريسيرش عن مثلا اي حاجه عن الموبايل ابلكيشن. فانا طبعا كمواطن مصري وصديقي المواطن المصري رحنا رايحين كاتبين في جوجل ايه؟ موبايل ابلكيشن، واول لينك طلع لك رحت داخل عليه. هو بقى بيتكلم عن موبايل ابلكيشن ما بيتكلمش، فهو مش فارق معانا لان في كلمه موبايل ابلكيشن يبقى اكيد الموضوع ده مهم، فنروح احنا عاملين له برنت نروح مقدمينه. لدرجه الناس كانت يعني انا كنت ناصح شويه، فكنت بشيل ارقام الصفحات واللينك، اللي عارفين الخط بتاع اللينك وان هو ما يبقاش ازرق، بس في ناس تانية ما كانتش بتهتم بالموضوع ده، فكان يجي يقول له مثلا لينك انظر اللينك بس، وكلمه لينك تحتها خط، فالدكتور يقول له هو انا انظر فين يا ابني انا؟ اوكي؟ فان انت تبقى جود ريسيرشر دي حاجه حلوه جدا، ان انت تعرف تدور ازاي، وقبل ما تعرف تدور ازاي لازم يبقى معاك كي وورد، دي اسمها كي وورد تقدر انت تدور عليها. احنا النهارده جايين عشان نرسم خريطه. حد سمع قبل كده عن خريطه التصوير دي؟ طيب هو في خريطه تصوير وكل مصور عنده الخريطه بتاعته وما بيقولهاش لحد، اوكي؟ يعني في ستاندرد هنا البتاعه دي هتتملي دلوقتي، اوكي؟ الخريطه دي هي ايه؟ الخريطه دي ورقه لازم تبقى معاك على الموبايل، معاك في جيبك، لما تيجي دايما ان انت تصور صوره تبص في الورقه دي، انا بعمل ايه صح؟ بعمل ايه غلط؟ عارفين دايما انا كنت بسافر، عمري ما سافرت الا ونسيت حاجه، عمري، يعني لدرجه ان انا ممكن مثلا افضل اجهز في الشنطه انسى الشنطه. ليه؟ لان انا عرفت بقى، سافرت في مره مع واحد صاحبي ده مهندس اي تي، راجل عارفين الناس اللي هي محنتفه قوي في حياتها دي، اللي هو محنتف اللي هو كنا في الساحل رايحين بورتو، فكلم بورتو واكد معاهم على الميعاد والوقت وان الشاليه رقم كام وبتاع. انا في العادي مش بعمل كده، احنا بنروح السلام عليكم احنا عايزين مكان نبات فيه، يعني الدنيا بالحب شويه. هو راجل منظم قوي، فجيت في مره كنا مسافرين فرحت له لقيته راح مطلع ورقه وكاتب المصيف وحاطط فيها 1 2 3 4 5. اوكي، قلت له ايه ده؟ قال لي ما انا برتب شنطتي، دي شنطه المصيف ودي شنطه سفريه الشغل ودي شنطه سفريه الرحلات ودي ودي ودي. ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ عامل مثلا 82 ايتم، عمره ما نسي حاجه، لان هو ما بيعملش اي حاجه، ما بيفكرش، ما بيبذلش مجهود زي ما انا ببذله. تخيل انا بقعد اقول طب وتاني يوم هلبس ايه؟ الصبح هلبس، كلكم بتعملوا كده صح؟ هلبس ايه؟ هلبس نص كم، يبقى انا اخد النص كم واخد الكم عشان لو بردت، صح؟ احنا بنعمل كده، تقعد تفكر كتير، تقعد يومين تفكر في تعديل الشنط،
الولاد ممكن اليومين يضغطوا الدقيقتين، بس البنات بيقعدوا يومين اسبوعين بيحضروا في الشنطه. تخيل انت بقى لو واحد من قديم الازل حضر شنطته واداك الروشته، يعني اداك لسته كده، قال لك يا باشا انت لما تيجي تحضر الشنطه خد الورقه دي، هي دي تحضير الشنطه. انت هتعمل ايه؟ الوقت الكبير جدا اللي انت كنت بتبذله او بتضيعه عشان تفكر في الورقه اللي انت تخليك تحضر الشنطه، مش في تحضير الشنطه. يعني الوقت ضاع مش في تحضير الشنطه، الوقت ضاع في التفكير في تحضير الشنطه. نفس الموضوع في التصوير. تخيل كده ان انا واحد بطلع صور حلوه قوي، اوكي؟ انت عايز تبقى زيي، فانت كل مره بتقعد من 5 ل 6 ايام تفكر في الفكره بتاعتك اللي انت عايز تصورها، اوكي؟ بس انا بصور فكره كل يوم، فانت في 5 ايام، يعني انت بمعدل انك هتطلع في الشهر لو هتصور كل 5 ايام انت تطلع 6 افكار. انا ازاي بطلع فكره كل يوم؟ ايه الفرق ما بيني وما بينك؟ الفرق ما بيني وما بينك ان انت مش بتفكر في الفكره، انت بتفكر في الحاجات اللي بتخليك تفكر في الفكره، فبالتالي الفكره تجيلك فتبدا تنفذها بصعوبه جدا، تلاقي الموضوع 5 ايام. طب لو انا فكرت في الموضوع ده ورحت مديك ورقه قلت لك احنا بنفكر في الفكره كده وطريقه تنفيذها كده، ولو انت احتجت حاجه هتلاقيها هنا، هتعمل ايه؟ تفكيرك اكتر هيبقى في الانتاجيه بقى، ان انت تطلع حاجه احترافيه اكتر. كل المصورين اللي انا قابلتهم في حياتي، انا بدي كورس هنا اسمه كورس اللايتنج. كورس اللايتنج ده مين خده؟ بس نطبق. بصوا بقى، كورس اللايتنج ده، الكورس ده قلب في نص كده حاله نفسيه. يعني انا ببقى متخيل وعارف الناس هتعمل ايه. طيب احنا بنيجي ندرس البيزكس وبعد كده بنخش على البراكتيكال. في البراكتيكال ايه اللي بيحصل؟ الناس نفسها تصور لايتنج ومعدات وبتاع، وهينزل وينور الراجل ده ويعمل النص. عارفين الصوره اللي مصر كلها نفسها تعملها؟ نص الصوره منور ونص الصوره مضلم. فبديهم يوم اسمه يوم العك، يقعدوا يعكوا كده، يقعدوا يصوروا ويشوفوا الدنيا عامله ازاي. بيطلعوا كام نتيجه في اليوم ده؟ تتخيلوا مثلا هيقعدوا 3 ساعات، ساعتين، ساعه يصوروا. مجموعه قاعده ساعه بتصور، بتطلع ايه؟ صوره ما طلعش نتائج اصلا، لان هم الساعه بيفكروا، فمحدش بيطلع نتائج، كل النتائج وحشه. صح؟ تعالى بقى تاني يوم بقعد اقول لهم بصوا احنا المفروض لما نخش الاستوديو نعمل 1 2 3 4 5 ونصور. الساعه بيطلعوا فيها 5 6 صور. ايه الفرق ما بين ده وده؟ هو هنا ما اعتمدش على الاكسبيرينس بتاعت حد، ما خدش الخريطه من حد، خريطه التصوير بالاضاءه. ما هي ليها خريطه، كل حاجه في الدنيا ليها خريطه على فكره، بتوديك من مكان لمكان في اقصر وقت. انت الخريطه بتاعت الشوارع والكلام ده، الجي بي اس، انتوا بتفتحوا ليه الجي بي اس؟ عشان تتوه في مصر، تتكلم بره مصر. تفتح الجي بي اس ليه؟ انت ممكن توصل، صح؟ انت هتعرف لوحدك توصل، بس انت بتفتح الجي بي اس عشان تاخد اقصر طريق، اللي هي الاكسبيرينس. دي اسمها الاكسبيرينس، اللي هو الخبره بقى، ان الناس خدت كل الطرق ولقيت ان ده اقصر طريق. فدي الخرايط عموما معموله عشان كده. يا جماعه احنا عدينا من 100 شارع بس لقينا ده متسفلت، فخدوا ان ده متسفلت، لان انت لو ما بصيتش على الخريطه دي هتعدي من ال 100 شارع وبعد ما تعدي تقول ده كان فيهم واحد متسفلت، بس انت ضيعت 100 يوم. من هنا جت فكره الخريطه اصلا. طيب الخريطه في التصوير، تفتكروا هل في خرائط في التصوير؟ يعني هل في حاجه اقدر اقولها لك الموضوع يخلص؟ معقول. هتفضل لك الفكره بقى. يعني انا في الخريطه دي اروح اعمل لك كده دايره على الفكره دي بتاعتك، لكن فكره ان انت تجهز الكاميرا ازاي وايه الحاجات اللي تفكر فيها وبعدين تروح اللوكيشن. مثلا لو انت هتبني صوره، وهتكلم عن الموضوع ده كمان شويه، هتبني صوره تتفاجئ ان مفيش عناصر، مفيش باك جراوند حلوه. ايه ده المفروض ان انا كنت اخد بالي من الباك جراوند، صح؟ انت استفدت. طب لو انا قايل لك من قبلها بيوم الباك جراوند عامله ازاي، هتبقى عندك خلفيه، صح؟ فهي الفكره كده اهو. ودي فكره الخريطه، ودي اللي احنا عايزين نوعي الناس بيها، ان الخرائط الفوتوغرافيه مهمه زيها زي اي علم في الدنيا. على فكره التصوير ده مش لعب وصور صحابك وصور ولادك واخرج والكلام ده حلو جميل جدا، بس احنا عايزين نتكلم اكتر عن صناعه الصوره. هل الصوره بتصنع زي صناعه الفيلم كده؟ تسمعوا دايما عن الكونسيبت بتاع صناعه الفيلم، ما بتسمعوش عن صناعه الصوره دي قبل كده. ايه صناعه الصوره؟ هل الصوره ليها صناعه؟ ليها صناعه. انتوا متخيلين الناس العظماء في التصوير، الناس حتى اللي بيصوروا ويدنج، بيصوروا ويدنج بالحب كده؟ يعني هل اللي هم بيصوروا ويدنج كده بيروحوا الفرح يقولوا والله ايه ده، دي دار المدفعيه حلوه قوي، يلا يا جماعه نصور؟ ده ربنا بيسهل له، واللي ربنا بيسهل له فهو بيسهل له مره واثنين، بس مش بيسهل له كل مره، لان انت لازم تسعى، لازم تبقى مجهز الدنيا عشان تطلع الشغل بتاعك كويس. الناس اللي بتصور فاين ارت
الناس اللي بتصور فاين ارت، ايه هو الفاين ارت؟ تسمعوا عن الكلمه دي فاين ارت فوتوغرافي؟ مين ما يعرفش يعني ايه فاين ارت؟ مين ما يعرفش ايه اللي انا بشربه ده؟ كلكم عارفين انه بطيخ؟ يا نهار ابيض. الفاين ارت ده هو نوع من انواع التصوير بيعد مسبقا، يعني بيتجهز مسبقا بالملي. يعني لو في حد هيعطس في الصوره فهنكتب فلفل اسود عشان محمد يعطس. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ عشان في الاخر تطلع الصوره اللي هي الصوره اللي بننبهر بيها، الصوره اللي في الاخر بنقول واو ازاي الموديل دي لابسه اللبس ده وهو لايق جدا مع الباك جراوند، والباك جراوند دي مظبوطه 100%، والاتموسفير حلو قوي، والتون بتاع الايديتنج حلو جدا، والكاميرا زاويتها صح 100%، وازاي المصور خد باله ان في ورا ناس طاير على الشجر. انت بتقعد تفكر ده هو المصور فكر في الحاجات دي كلها؟ فكر في الحاجات دي كلها. تفتكر قعد قد ايه يفكر في الحاجات دي؟ اسبوع؟ اسبوعين؟ شهر؟ لا، هو قعد يوم واحد. جات له الفكره وراح فتح الخريطه. الخريطه دي انتوا ممكن تصوروها وتعملوها كده ورقه، والورقه دي تفرغوها بحيث ان انت عندك صوره تروح قايل 1 2 3 4 5 خلاص الصوره اهي. لما نيجي نتكلم عن الصوره، في نوعين من الصور. اوكي؟ النوعين من الصور دول انا هتكلم عن جزء واحد معين منهم، والجزء الثاني هو مهم وهتلاقيني بذكره في النص، بس احنا ما بيبقاش لينا نتحكم فيه قوي. في نوع اسمه بريسيت ونوع اسمه سناب شوت. ممكن تكتبه عشان تسيرش. انا عايزك اكتر تكتب رؤوس الموضوع. يعني ايه بريسيت ويعني ايه سناب شوت؟ حد عارف ايه الفرق؟ يقدر يقول لنا؟ صح. التصوير الصحفي بريسيت ولا سناب شوت؟ كله؟ هل في صوره صحفيه بريسيت؟ دي مش صحفيه، دي ادفرتايزنج او دي موديلنج او فاشن. مصورين الرؤساء مش صحفيه، دي بورتريه. الصحافه معناها ان انت بتنقل حدث. اوكي، في صور صحفيه بريست، انت عارف ان الراجل ده هيخش من هنا هيعدي في الحته دي، فانت حاطط 2 فلاش عشان الراجل لما يعدي في المكان ده تنور، فينور من ناحيتين فالصوره تطلع زي ما انت عايزها. صح؟ يعني في تجهيز. وفي صوره ثانيه انت ما تعرفش هو داخل منين، فالراجل ده هيخش من هنا فانت هتصوره ازيت ازاي ما هو كده. فدول نوعين من اي صوره في الدنيا. اسوأ واحد هو اللي بيعتمد على كل صوره على السناب شوت. يعني ايه؟ كل ما كانت صورك بريسيتس، اوكي، كل ما كانت احسن. يعني في الويدنج لو انت مش مجهز بقت سناب شوت. اضحكوا كده فضحكوا فرحت انت مصورهم، الله جميله جدا، ما دي سناب شوت. صح؟ احنا مش عارفين هنقف فين، والله احنا مش عارفين، اقفوا هنا كده وتروح مصور، ده سناب شوت. انت بتصور ويدنج بالحب. في مصر كلمه سناب شوت ممكن ايكوال بالحب. صح؟ في ايفنت، انا لو مش رايح الايفنت يا جماعه، هو اللايت فين؟ هو الناس هتقف فين؟ هو هل في حركه جامده؟ الباك جراوند دي هتنور ولا لا؟ هل في حد هيتحرك في الباك جراوند؟ طيب الدنيا هتفضل نورها كده ولا هيقل؟ طب انا هقف فين؟ مكاني فين؟ طب في زوايا تانية اقدر القط منها؟ هو انا بعمل الكلام ده ليه؟ على فكره الناس، احنا كمصورين لما بنروح نقابل كلاينتس بالشكل ده، عندك نوعين من الكلاينت. في كلاينت يقول لك ان انت مقرف، وفي كلاينت يقول لك انت فاهم شغلك قوي. صح؟ ربنا ما يوقعكم في اللي يقول لك انت مقرف، لان هو لما بيجي يستلم منك الشغل بيبقى مقرف. يقول لك انت ليه ما صورتش المكان؟ وحضرتك ما قلتليش ان انا اصور المكان، حضرتك قلت لي صور الراجل اللي هناك ده، يعني في ضمنيا كده لازم تصور المكان. ما اتفقناش على الحاجات دي قبل كده. فكل ما كان شغلك بريست مجهز مسبقا، اوكي، مسبقا دي ترجمه جوجل، صح؟ مجهز مسبقا، اسمه كده مجهز مسبقا. كلما كانت كلما ايه؟ انا بعربي قوي. كل ما كانت الصوره متجهزه قبل كده كل ما انت ارتحت. لان احنا عندنا نوعين من الحاجات اللي المصور بيعملها في اي صوره. جزئين، حاجه اسمها جزء تكنيكال. يعني ايه؟ ايزو شطر وفتحه عدسه والعدسه دي مناسبه ولا لا، او الفلاش والباور بتاع الفلاش والتي تي ال، ولو انا هستخدم تريجر، في حاجات كتير قوي كده بتسمعوها. لو انت جيت كلمت مصور هيفضل يرغي معاك في الحاجات دي كلها وتقول له امال فين الكادرات الحلوه؟ ما هو في جزء فني بقى. كل ما اهتميت بالتكنيكال وبقت الموضوع كله شغلك الشاغل الموضوع التكنيكال، الجزء الفني بيروح. زمان كان عندهم الموضوع ده، كانت مشكلته او كان شغله الشاغل
انه يدخل ضوء صح للفيلم. بيتشقلب، ما هو مش شايف الفيلم ده المفروض الضوء جاي له عامل ازاي. هو عنده فيلم جوه المفروض يظبط فتحه العدسه والايزو والشطر بتوع الكاميرا، ان هو لما يدوس مره واحده وما عندكش اوبشنز ثانيه انها تطلع صح. فكانت الناس بتشتغل 80% تكنيكال و20% فنيا. فكان زمان اللي يطلع الصوره اضاءتها حلوه يقول له برافو عليك، والله الاضاءه جابها من اول مره صح. انت عندك النهارده لايت ميتر جوه الكاميرا بيحل لك المشاكل دي كلها، بيقول لك انت الاضاءه بتاعتك عامله ازاي على طول. فالمفروض مع التطور الكبير جدا اللي حصل في التصوير، مع التطور الكبير اللي حصل، ان هم عايزين يعملوا ايه؟ يقللوا التكنيكال بارت ويزودوا الاجزاء الفنيه. يعني يبقى الموضوع 80% فنيا و20% بقى مشاكل بقى تكنيكال. تكنيكال يعني ايه بالعربي؟ فنيه برضه، بس فنيه ثانيه يعني تقنيه. في تقنيه وفي فنيه. اوكي؟ جانب لما تيجي تحط عليها صوره الكومنتس تبقى عامله ازاي؟ مش حلوه يا اسطى وجامده فشخ والكلام ده، ما عندهمش بره كده. يكتب ايه؟ يقول لك ويل دان. ويل دان دي بتتقال على الاكل كمان. يعني لما تدخل تدوق تقولهاش ايه يا ماما ده بتنجان، مش عارف، بحبش البتنجان. لا، انت لو عجبك الاكل تقول لها ويل دان. ويل دان يعني حاجه انت كنت عايزه تعمليها وعملتيها دان، يعني اتعملت ومش اتعملت بس، دي ويل دان. دي مش الستيك اللي انت بتطلبيه بويل دان برضو، والله بتكلم بجد. ويل دان دي معناها ان الحاجه دي انا كنت بفكر فيها قبل كده. فلو دخلت على الجروبس بتاعت ادفرتايزنج فوتوجرافي هتلاقي ان الناس بتقول لبعض ويل دان، الفكره وصلت، الاضاءه ظبطت، الكومبوزيشن ظبط، الدنيا ظبطت، انت بروفيشنال. ما تجيش تقول لي انا بروفيشنال وانا عندي مشكله في فكره ان انا اجهز فكره. اوكي؟ انت عن نفسك لو جالك اعلان هتقعد شهر تجهز له، صح؟ الراجل اللي بره ده لو قعد شهر في كل اعلان مش هيشتغل. انت متخيل يعني واحد فاتح وكاله اعلان، تصوير اعلاني، يعني بيجي له في الشهر اعلانين 3 5 6 7 10 اعلانات، والمفروض ان هو يطبقهم ويصورهم ويل دان. لازم له ايه؟ خريطه. شفتوا؟ دي انتروداكشن على فكره، لسه ما كانش في خريطه. يعني في الاخر وانس ان الراجل ده مره واحده قعد شهر وراح كتب خريطه، هو خلاص اي اعلان هيجي يروح يفرغ الداتا دي في الحاجات دي، يطلع له في الاخر نتيجه، يقول له اعمل كذا. صح؟ مش سامعاني؟ عايز هوا؟ حر؟ سجاير؟ مين بيشرب سجاير يا ولاد؟ سيجاره لو سمحت. معلش هو قاعد والله زي المنفي اهو ورا ماما. 50 جنيه زياده بقى وانت خارج. اوكي؟ نعمل حته نون سموكينج وحته سموكينج وحته المشيشين. مين بيشيش هنا؟ مش هينفع نفتح حته مشيشين، يبقى نون سموكينج وسموكينج بس. اوكي؟ فهي الفكره كلها في الخريطه، انت ازاي تعمل لنفسك خريطه. وانت ان شاء الله ربنا يكرمكم لما تبقى بروفيشنال هتشتغل في الادفرتايزنج، ده اعلى مجال في التصوير. طيب بالنسبه لمصورين الصحافه، هل فيهم ما احنا بنقول بقى السناب شوت، صح؟ مش انا كنا لسه بنقول السناب شوت ده حاجه ما صورها الكواليتي بتاعتها ما بتبقاش زي البريسيت، صح؟ هل في ناس بروفيشنال في الصحافه؟ هو اللي بيعرف يعمل سناب شوت بريسيت، صح؟ يعني السناب شوت بتاعته تحس ان هو اصلا ده لوكيشن. احنا كنا بنشوف صور في الحروب مثلا، مصور الحروب، متخيل واحد بيصور في حرب وتيجي تلاقيه واقف جنب الدبابه ومطلعه القذيفه بتاعتها هتخبط في واحد واقف هناك والدخان انت ايه اللي جابك هنا؟ صح؟ مش ده سؤال كده؟ دول على فكره معدودين على ايديهم في العالم، يعني الناس دي معدوده لدرجه لما بيحصل حرب في بلد بيبعتوهم. هو ما فيش منهم تاني اللي هو بيعرف يقف فين، كأن ده بيبني صوره، بيصنع صوره صحفيه، مش بيلتقط صوره صحفيه. فهو معاه برضو ايه؟ الزاويه، الموشن، كل يعني ما ممكن يقف جنب الدبابه وخلاص كده، لا هو يستنى لغايه الطلقه ما تطلع وياخد الحركه بتاعتها، الشاتر بتاعه يكون بطيء عشان تديله موشن، اوكي، والكاميرا تكون ثابته على ترايبود او معاه مونوبود بس يثبت الكاميرا عشان الصوره ما تتهزش، ويستخدم عدسه وايد انجل عشان يطلع الصوره دي. انا قلت لكم اول الخريطه خلاص، صح؟ بس هو معايا الخريطه. ممكن تكون الخريطه دي مكتوبه، ممكن الخريطه دي تكون في دماغك، مش شرط الخريطه تكون مكتوبه، بس في دماغك انا عارف 1 2 3 4 5 6 خلاص يا جماعه